اليوم رح نعرف هل بايرن ميونخ قادر على الفوز ضد باريس سان جيرمان. سيد مولر، هل أنت معي على الخط؟ نعم معتصم، من سماء ميونخ أسمعك بكل وضوح. سيد مولر، انتوا اليوم رح تلعب مع باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برنس في فرنسا، شو بتعمل الآن في ميونخ؟ بدك الحقيقة أستاذ معتصم؟ أكيد الحقيقة ولا غير. انت بتعرف انه مانويل نوير كان طالع يسبح وزحلق ووقع وانكسرت رجله، والحارس الثاني هذا مسكين اذا شاف نيمار ومبابي بركض اتجاهه غير يهرب من الملعب. شكرا سيد مولر على القصة الحزينة، لكن للآن احنا ما عرفنا انت الآن ليش في ميونخ وليس في باريس. الحقيقة كابتن معتصم، قبل فترة نظرت إلى نفسي بالمرآة وقررت أحترم عمري وشكلي وأبقى في ميونخ. أتوقع سيد مولر هذا أفضل قرار أنت اتخذته في مسيرتك. سيد مبابي، هل تسمعني؟ من مستشفى باريس أسمعك سيد معتصم. حيزم، شو بتعمل بمستشفى باريس؟ والله يا الحبيب، الواضح نجلزمان أقام الليل وجلس يدعي أنصاب، والحمد لله صار معي إجهاد عضلي بفخذتي. ألف سلامة على فخذتك سيد مبابي. هل في كلمة حاب توجهها للباير قبل مواجهة اليوم؟ والله لنخلي النار تاكل نص ميونخ. سيد مبابي لو سمحت احترم الخصم. هل في كلمة حاب توجهها للجمهور؟ نعم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناة معتصم، بيستاهل. أتفق مع مبابي، تستاهل سيد معتصم. شكرا مبابي ومولر على مشاركتكم الجميلة، نلقاكم إن شاء الله في الإياب، والسلام عليكم.